إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين، الإسلام دين حضارة وبناء، دين سلم وسلام، وعلى هذا الأساس تبنى حياة البشر وعمارة الإنسان في الأرض. فبالأمن والسلام والمسالمة يتعايش ويتآلف البشر، وبالعلم والعمل تبنى الأمم. المسلم الحق من أمن الناس من لسانه ويده. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. لأن الأمن من أعظم نعم الله على الإنسان، ومن أهم ما يطلبه وينشره في حياته. قال تعالى: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالإنسان في الإسلام مخلوق كريم مكرم، يصفه ربنا جل وعلا بقوله: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ومن حق هذا المخلوق المكرم أن يحيا وهو آمن على نفسه وماله وعرضه وعقله ودينه، وهي الضرورات الخمس التي تعارفت عليها المجتمعات الإنسانية. ولكن الإنسان ذلك المخلوق المكرم هو أيضا مخلوق صاحب إرادة حرة، وهذه الإرادة الحرة قد تقوده إلى الارتقاء المتنامي نحو الالتزام بمكارم الأخلاق في مجاهدة مستمرة مع النفس نحو الفضيلة من أجل الوصول إليها، وقد تقوده إلى الانحراف عن الطريق السوي حتى ترميه في أوحال الرذيلة. وقد وصف لنا القرآن الكريم ذلك بقوله جل وعلا: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فالذي يجاهد نفسه من أجل تزكيتها يعرف طريق الفضيلة ويلزم نفسه بها، داعيا إلى المثل العليا ودافعا عنها حتى ترسخ قواعدها في ذاته. وفي المجتمع الذي يحيا فيه فيحب الناس جميعا كحبه ذاته وأهله ووطنه، ويسعى جاهدا من أجل إسعاد غيره.
كما يسعى لإسعاد نفسه وأهله، والذي أتبع هوى نفسه فأخفى فضائلها وطمس استعدادها للخير، وغير من الفطرة التي فطره الله تعالى عليها، فملأها بحب الشر وكراهية الخير وبالحقد على الغير وبكراهية الناس عامة وبحب إيذائهم والإضرار بهم ونصب العداء لمجتمعه، ويجعل من وجوده عامل دمار وخراب، ويجعل من وجوده عامل دمار وخراب وهدم لهذا المجتمع الذي يحيا فيه، فيسعى جاهدا لتدميره ويعلن الحرب بلا هوادة عليه، فيسعى في الأرض فسادا وإفسادا. وقد تكاثر هؤلاء المفسدون في عصرنا الحاضر، وتعددت راياتهم، وتفننوا في ابتكار صنوف الفساد والإفساد في كل الميادين، وكان وجودهم من الأسباب الرئيسية لتخلف الأمة وتردي مكانتها بين الأمم. ولا شك أن ما حدث ويحدث من تفجير وتدمير، أن ما حدث ويحدث من تفجير وتدمير وترويع وقتل وتخريب في بلادنا لمؤلم حقا. إن ما يحدث ويحدث من تفجير وتدمير وترويع وقتل وتخريب في بلادنا لمؤلم حقا، ولا يوافق عليه أحد، بل لا يوافق عليه لا شرعا ولا عقلا. فكم من نفس بريئة أزهقت بغير حق، فكم من نفس بريئة أزهقت بغير حق بسبب هذه التفجيرات وبسبب هذه الانفجارات. وكم من أموال وممتلكات أتلفت، وكم من نفس مؤمنة آمنة روعت وأرهبت، كم من نفس آمنة مطمئنة روعت وأرهبت. عجبا، أين يذهب هؤلاء؟ بآية صريحة قال فيها ربنا جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. من يقتل مؤمنا واحدا، فكيف بمن يريد أن يقتل شعبا؟ من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما. هذا من يقتل مؤمنا واحدا، فكيف بمن يريد أن يقتل شعبا مؤمنا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ عجبا لهم. أين يذهب هؤلاء مما قاله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مسلم. الدنيا بما فيها أهون عند الله من قتل مسلم. لزوال الدنيا
أهون عند الله من قتل مسلم. والشريعة الإسلامية التي جاء بها النبي نبي الرحمة جاءت بحفظ الأمن. قال ربنا جل وعلا: وآمنهم من خوف. قال ربنا جل وعلا: وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. قال ربنا جل وعلا: رب اجعل هذا بلدا آمنا. رب اجعل هذا البلد آمنا. الشريعة الإسلامية السمحة جاءت بحفظ الدماء. قال ربنا جل وعلا: أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. الشريعة الإسلامية السمحة جاءت بحفظ العهود. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أيها المصريون، إن أمن هذه البلاد مسؤولية الجميع، ويجب أن يقف الجميع ضد هذه الزمرة الفاسدة التي تريد أن تغرق السفينة، ويريدون زعزعة هذا الكيان العظيم. إنما يسعى إليه هؤلاء المفسدون من تفجير لهو فتنة عظيمة وخطر عظيم. ينبغي على كل مسلم أن يقف ضده وأن يسعى إلى محاربة هذه الأفكار المنحرفة الضالة. قال ربنا جل وعلا: الفتنة أشد من القتل. أيها الفاسدون المفسدون، أيها الفاسدون المفسدون في الأرض، كفى عبثا بأمن هذا البلد. أيها الفاسدون المفسدون في الأرض، كفى عبثا بأمن هذا البلد، كفى قتلا، كفى تخريبا، كفى تدميرا، كفى إحراقا، كفى تخوينا، كفى إرهابا للعقول، كفى ترويعا للآمنين، كفى تكفيرا للمسلمين، كفى مصادرة بالدين، كفى مصادرة بالدين، كفى غشا للوطن، كفى هتكا للأعراض، كفى بيعا للنساء المسلمات في سوء النخاسة، كفى لعبا بمقدرات هذا البلد، كفى. هؤلاء هدفهم الثابت الراجع تخريب ما تبقى للأمة العربية من المحيط إلى الخليج من استقرار، وتفكيك الدول العربية إلى دويلات متحاربة، وإغراق الخريطة العربية تحت شلال هاجر من الفوضى والدماء والجوع وانعدام الأمن والأمان. صار باسم الحرية والديمقراطية، وصار باسم إقامة الشريعة الإسلامية. ضاعت البلاد في فوضى وفي دمار. صار باسم الحرية والديمقراطية، وصار باسم إقامة الشريعة، ولكن النتيجة خراب ودمار، خراب ودمار وتدمير للبلاد والعباد. يا معشر الثوار عدوتم، يا معشر المتظاهرون عدوتم، يا معشر المخربون عدوتم، يا معشر المتظاهرون عدوتم.
عدوان أهل السبت في الحيتان، تخطيتم في أفعالكم المجرمة كأفعال اليهود، تخطيتم بأفعالكم المجرمة أفعال اليهود. يا معشر المتظاهرون أعدوتم عدوان أهل السبت في الحيتان، كفرتم أهل الشريعة والهدى وطعنتم بالبغي والعدوان، فلأنصرن الحق حتى أنني أسطو على سادتكم بطعاني. الله صيرني عصا موسى لكم حتى تلقف أفاككم ثعباني، بأدلة القرآن أبطل سحركم، بأدلة القرآن أبطل سحركم، وبه أزلزل كل من لاقاني، هو ملجئي هو مضرئي وهو منجيني، من كيد كل منافق خواني. إن حل مذهبكم بأرض أجدبت، إن حل مذهبكم بأرض أجدبت، أو أصبحت خرابا بلا عمران. كلما ذهبوا في مكان أصبحت البلاد خراب ودمار، وانظروا من حولكم إلى بلاد دمرت، انظروا من حولكم إلى البلاد التي دمرت باسم الحرية وباسم إقامة الدين. إن حل مذهبكم بأرض أجدبت لا تنبت الأرض، أو أصبحت خرابا بلا عمران. فالمفسدون يتصفون بحلاوة اللسان وزخرفة القول الباطل، يخدع الناس ويلبس عليهم بتغيير الحقيقة ونكران الواقع وادعاء الرأفة والرحمة بالحق، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وربما عقدوا الأيمان الكاذبة إمعانا في التلبيس والكذب، ولقد ازدادت قدرتهم في الخداع والتلبيس على الناس بتعدد وسائل الإعلام المعاصرة التي أسهمت بتزييف الواقع وخداع الرأي العام. قال ربنا جل وعلا: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وقال صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان، تأمل إلى وصف النبي في أمثال هؤلاء الذين يسعون في الأرض فسادا وتدميرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في مشكاة المصابيح لابن حجر العسقلاني حديث حسن عن أبي هريرة، يقول صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين، يلبسون للناس جلود الضأن، يلبسون للناس جلود الضأن من اللين، ألسيتهم أحلى من العسل وقلوبهم قلوب الذئاب، أي يلعبون بدين الله فتكلمون بالألسنة بما يخالف القلوب، يقولون نريد الصلاح ولكنه فساد. النبي صلى الله عليه وسلم يصف هؤلاء بقوله: ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم قلوب الذئاب. يقول الله تبارك وتعالى: أبي يغترون أم علي يجترئون، فبي حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم فيهم حيران. والتفسير الفصل يدرك حقيقة هذا التلبيس ولا تنطلي عليه تلك الزخارف من القول والألاعيب المكشوفة، كما قال ربنا جل وعلا: ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم
فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول يقلبون الحقائق إلى باطل، ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. فحال المفسدين الذين يزينون للناس الباطل ويصدونهم عن سبيل الحق كمثل قطاع الطرق الذين يعترضون سبيل الناس ويسعون في الأرض فسادا. قال تعالى في وصف هؤلاء المفسدين: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به تبغونها عوجا. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وطرائق المفسدين في الصد عن سبيل الله تعالى تتنوع وتتجدد بتجدد الأماكن والأزمان، ويجمعهم وصف الحق تبارك وتعالى في قوله: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وكذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنن ابن ماجه في باب الفتن عن حذيفة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكون دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها، من أجابهم إليها أي سمع لما يقولون قذفوه فيها أي قذفوه النار. قال حذيفة رضي الله عنه وارضاه: صفهم لنا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: هم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. إذن هم من العرب، هم من المسلمين، ليس من الأعاجم، ليس من أهل الغرب. هم أيها المسلمون هم من جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم أي باللغة العربية، ولكن سماهم النبي أنهم دعاة يقفون على أبواب جهنم أي يثيرون الناس إلى الفتن، يشعلون الفتن في البلاد فتحرق البلاد والعباد. هؤلاء سماهم نبيكم دعاة يقفون على أبواب جهنم، من استمع إليهم وصار خلفهم قذفوه إلى النار. فها نحن أيها المسلمون أيها المصريون نشاهد هؤلاء الدعاة يخرجون علينا من شاشات التلفزيون في بلاد عربية أو إسلامية أو أوروبية، يعيشون في رغب من العيش والنعيم، يدعون الشباب المسكين الذي غرروا به وأوهموه أنه يجاهد، أوهموه أنه يجاهد في سبيل الله، ودعوه إلى الخروج للمظاهرات والاعتصامات وقطع الطريق والتضييق على الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من ذلك كما جاء في صحيح الجامع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح الجامع عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه قال: غزوت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم غزوة كذا وكذا، فضيق الناس المنازل وقطعوا الطريق. هذا في زمن النبي. في إحدى الغزوات بعض المسلمين خذوا البيوت اشتروها أو خذوها غنيمة، وخذوا البيوت مش عاوزينها، فعدوا ذلك تضييق على الناس، فضيق الناس المنازل أي أخذوا منازل لا حاجة لهم فيها وقطعوا الطريق
فبعث نبي الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في الناس أن من ضيق منزلا أو قطع طريقا أو آذى مؤمنا فلا جهاد له. يقطعون الطريق باسم المظاهرات والاعتصامات وإقامة الشريعة أو الديمقراطية. انظروا هذا نبيكم، هذا من يؤخذ منه الدين. هل جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة عندما كان يعذب هل قام بقطع الطريق على المشركين الذين أذوه الذين أرادوا قتله؟ هل قطع النبي على المشركين الطريق؟ هل قطع الصحابة على المشركين الطريق؟ هذا هو نبيكم، هذا هو دينكم، هذا هو أسواتكم، هذا هو قدوتكم. ممن تأخذون الدين؟ من النبي أم من شيوخكم أم من علمائكم أم من سفهائكم؟ تأخذون الدين من من؟ النبي يقول من قطع طريقا، من ضيق منزلا أو قطع طريقا أو آذى مؤمنا فلا جهاد له صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء يخرجون ويتظاهرون، بل وصل بهم الحد أن يدعوا إلى الجهاد ضد الجيش المصري، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى ويقتل منه الناس، المهم أنهم يجاهدون. بينما نرى الجيش الصهيوني يتنعم، جيش محتل يتنعم، أما الجيش السوري يجب أن يسقط، الجيش العراقي يجب أن يسقط، الجيش الليبي يجب أن يسقط، الجيش اليمني يجب أن يسقط. ثم جاء الضوء على الجيش المصري يجب أن يسقط. يدعون إلى الجهاد ضد الجيش المصري وهم ينعمون في أماكنهم، وينزل هؤلاء الشباب المساكين الذي ضرروا به وأوهموه بالجنة. كيف ذلك؟ الجنة بقتل المسلمين، الجنة بخراب الديار، الجنة بخراب العباد. ما هذه الجنة؟ هل هذا هو دين نبيكم محمد؟ هل هذا هو دين الله؟ أيها المسلمون أفيقوا لما يراد لكم. يدعون إلى الجهاد ضد الجيوش العربية، أما الجيش المصري لا، المحتل لا. أما الجيوش العربية نعم يجاهد. وإلى الله المشتكى، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وغش الأمة وخيانتها صفة ملازمة للمفسدين في جميع العصور والأمكنة، لأنهم لا أمانة لهم، ولهذا تراهم يتساقطون في درقات الخيانة وغش الأمة والمجتمع لتحقيق مصالح شخصية مدعومة. وما أسهل أن يبيع المفسد دينه، وما أسهل أن يبيع المفسد دينه ويخون أمته. قال تعالى مبينا لونا من ألوان الغش الذي يتميز به المفسدون، وهو الغش الاقتصادي على سبيل المثال. قال تعالى ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. سيادة القيد المكيالين حاجة حلوة لهم، يا جيش عظيم، جيش وطني. حاجة ضدهم جيش خيل، ديمقراطية،
حرية، إسلام، دين، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. سياسة الكيد بالكيلين وضغط الناس أشياءهم، سياسة متأصلة في أخلاق المفسدين السياسية والفكرية والثقافية والاجتماعية. ومن مخازن المفسدين وسوءاتهم أنهم يقلبون الموازين ويزيفون الحقائق ويسمون الأمور بغير مسمياتها. ولهذا قال ربنا جل وعلا في وصفهم: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. حرام نصلح، قتل نصلح، تدمير نصلح، فساد نصلح، الله أكبر. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. الله حكم على أفعالهم، الله سبحانه وتعالى حكم على أفعالهم بقوله: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وهذا من تقليب الأمور الذي جاء بيانه بقوله: لقد ابتغوا الفتنة من قبل يقلب لك الأمور. وتأمل العقلية الفرعونية الطاغية التي تتجدد في كل عصر وتجتهد في قلب الحقائق. قال تعالى: وقال فرعون ذروني أقتل موسى ويدعو ربه إني أخاف أن يمجد دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ففرعون ها هنا يزعم أنه يحافظ على دينه، يحافظ على دين قومه من موسى. يزعم أنه مصلح، أنه يحافظ على الدين، وموسى صلى الله عليه وسلم هو الفاسد، جاء بفساد. هكذا هؤلاء الخوارج، هكذا هؤلاء المسلمين يزعمون أنهم ما يقومون به هو إصلاح. فهو فرعون: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وهكذا هي سنة المفسدين في كل عصر من العصور، يعترضون طريق المصلحين ويشوهون صورتهم ويزعمون أنهم وحدهم الدعاء إلى الإصلاح والنهضة في المجتمع، على الرغم من أن مشروعهم في الحقيقة لا يعدو أن يكون إفسادا للمجتمع وتشويها لهويته ومنهاجه. ولهذا نقول لهم: مشردون أبدا وأبدا مشردين، مشردون أبدا وأبدا مشردين، مضيعون أبدا وسرمدا مضيعين. بكل نور شع للإنسان كنتم جاحدين، بكل نور شع للإنسان كنتم جاحدين، لكل إلهام من السماء رحتم مفسدين، لكل دين أرسل الله ذهبتم منكرين، عن كل شر من نبي جاء كنتم معرضين، عن كل شر من نبي جاء كنتم معرضين. وكل هاد مر بالدنيا وقبط ناقمين، وكل هاد مر بالدنيا وقبط ناقمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، ادعوا الله يغفر لكم. الحمد لله نشكره ونستغفره ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وصار على نبيه الى يوم الدين. اما بعد، ايها الاحبه الكرام، برنارد لويس الذي دعا إلى تفكيك العالم العربي والإسلامي، وضع برنارد لويس مخططه التقسيمي
في فترة حكم الرئيس الأمريكي وهو مستشرق أمريكي، وضع هذه الخطة في عهد الرئيس الأمريكي جيمي كارتر سنة 77 ل 81. ويتمثل الهدف من هذا المشروع في تفجير المكونات الاجتماعية للمجتمعات العربية والإسلامية، وذلك بدفعها للاقتتال الداخلي الطائفي والمذهبي. تكون النتيجة المتوقعة من خلال المشروع في تقسيم هذه الدول إلى دويلات صغيرة. تأمل جيدا إلى هذه الخطة: تقسيم هذه الدول إلى دويلات صغيرة تتحكم فيها النزعة العرقية والطائفية والعشيرية والقبيلة، لا الأسس الوطنية والقومية. فكل الدول العربية والإسلامية في الشرق الأقصى، إيران، باكستان، والدول العربية والإسلامية والدول العربية في المشرق العربي، مصر وشبه الجزيرة العربية قاطبة، والعراق وسوريا ولبنان والسودان، وفي البلدان المغاربية الجزائر وتونس والمغرب وليبيا. معنية بهذا التقسيم أي إنشاء أكثر من 30 كيانا سياسيا جديدا، وتحويل العالم الإسلامي إلى 88 دولة بدل 56 دولة. وأصبح هذا المشروع من الأعمدة الأساسية في السياسة الأمريكية، وقد ترافق ذلك بما روج له من مفاهيم مثل العولمة والشرق الأوسط الكبير والفوضى الخلاقة. مخطط برنامج الويل الذي يلعب على، تأمل جيدا، الذي يلعب على اشتعال النعرات الطائفية والعرقية والدينية المتواجدة في دول العالم العربي الإسلامي. نشرته لأول مرة مجلة وزارة الدفاع الأمريكية مرفقا بمجموعة من الخرائط التي توضح هذا المخطط، توضح تقسيم كل دولة إلى 4 دويلات، ودول أخرى قسمت إلى أكثر من 4 دويلات. يبني الخطة اللي وضعها تقسيم البلاد، وضع الخطة. أساس الخطة تدور حول ماذا؟ يبني برنامج الويل المخطط انطلاقا من دراسته الطويلة لبني العالم العربي أي العرب، وتأليف لعشرات الكتب عن الشرق الأوسط، وخاصة اهتمامه بنظام الحكم أيام الدولة العثمانية. نذكر من أهم الكتب التي ألفها هذا الرجل حرب مندسة، كتاب اسمه حرب مندسة، كتاب إرهاب غير مقدس، كتاب أزمة الإسلام، كتاب مستقبل الشرق الأوسط. في نفس هذا الإطار نقل عن برنامج الويل في مقابلة أجرتها معه وكالة الإعلام في 20/5/2005. تأمل جيدا لما ترجم أو عندما ترجم هذا الحوار ماذا قال فيه، وأنزل هذا الكلام على الواقع. قال: إن العرب والمسلمون وإن العرب والمسلمين قوم فاسدون مفسدون فوضويون. ده وصف. إن العرب والمسلمين قوم فاسدون مفسدون فوضويون لا يمكن أن يتحضروا، يعني كويسين، وإذا تركوا لأنفسهم فسوف يفاجئون العالم المتحضر بموجات بشرية إرهابية تدمر الحضارات وتقوم المجتمعات. ولذلك فإن الحل السليم من وجهة نظره في التعامل معنا نحن كعرب ومسلمين هو إعادة احتلالهم واستعمارهم وتدمير ثقافتهم الدينية
وتطبيقاتها الاجتماعية. وفي حال قيام أمريكا بهذا الدور فإن عليها أن تستفيد من التجربة البريطانية والفرنسية في استعمار المنطقة لتجنب الأخطاء والمواقف السلبية التي اقترفتها الدولتان. يعني تتعلم من البريطان والفرنسيين هم وقعوا في ايه الأخطاء اللي عملوها لما احتلوا بلد، عشان أمريكا ما تقعش في هذه الأخطاء. وقال إنه من الضروري إعادة تقسيم الأقطار العربية والإسلامية التي وحدت عشائرية أو أصبحت دول فيها عشائرية وطائفية ولدات لمراعاة خواطرهم أو التأثر بانفعالاتهم. هو حد فيهم يزعل لو حد مات يزعلون، هو حد يتأثر ولدات لمراعاة خواطرهم أو التأثر بانفعالاتهم وردود الأفعال عندهم. ويجب أن يكون شعار أمريكا في ذلك إما أن نضعهم تحت سيادتنا أو ندعهم ليدمروا حضارتنا، يعني ينسبهم يدمرونه يندمرهم احنا. ولا مانع عند إعادة احتلالهم أن تكون مهمتنا المعلنة اسمع هي تدريب شعوب المنطقة على الحياة الديمقراطية. يعني لما يجي يشوفوا ان في غلط، ده احنا جايين نعلمكم الديمقراطية، ده احنا جايين ننشر في بلدكم الديمقراطية والانتخابات النزيهة والحرية. يقول ولا مانع عند إعادة احتلالهم أن تكون مهمتنا المعلنة هي تدريب شعوب المنطقة على الحياة الديمقراطية. وخلال هذا الاستعمار الجديد لا مانع أن تقوم أمريكا بالضغط على قياداتهم الإسلامية دون مجاملة ولا لين ولا هوان ليخلصوا شعوبهم من المعتقدات الإسلامية الفاسدة. دين فاسد كما ينظرون إلينا، ولذلك يجب تضييق الخناق على هذه الشعوب ومحاصرتها واستثمار التناقضات العرقي والعصبي والقبلي والطائفي فيها قبل أن تغزو أمريكا وأوروبا لتدمر الحضارة فيها. انتهى كلامه. فهذه أيها المصريون هي القصة التي وضعت لتفكيك بلادنا العربية والإسلامية، ومن ثم ضياع البلاد، ضياع الأوطان. ونحن للأسف الشديد من ننفذ ذلك بأيدينا، نحن من ننفذ ذلك بأيدينا. فبأيدينا نقتل بعض، وبأيدينا ندمر بلادنا، بأيدينا نقتل بعض، بأيدينا ندمر بلادنا باسم الجهاد وإقامة الشريعة. ولا أقيمت شريعة ولا حررت أوطان، لا أقيمت شريعة ولا حررت أوطان، بل انتهكت الحرمات واستباحت الأعراض، انتهكت الحرمات واستبيحت الأعراض وسفكت الدماء وخربت الديار، وإلى الله المشتكى وعليه التكلان. يقول ابن تيمية رحمه الله فإنهم أي الخوارج. وتأمل جيدا لمن يتساءل كيف يفعلون ذلك في المسلمين. يتعجب البعض منا كيف لهم أن يفعلوا ذلك لمن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم يتعجب من ذلك، ولكن لا تتعجبوا عندما تسمعوا ما قاله ابن تيمية. قال لم يكن أحد شرا على المسلمين منهم أي الخوارج. لم يكن أحد
شر على المسلمين منهم لا اليهود ولا النصارى، فإنهم كانوا مجتهدين في قتل كل مسلم لم يوافقهم، مستحلين لدماء المسلمين وأموالهم وقتل أولادهم، مكفرين لهم، وكانوا متدينين، أي كانوا مسلمين حفظ القرآن، بيصلوا الله وبيصلوا دينه وبيحجوا دينه، بل البعض منا عندما يراه ينظر إلى عمله وإلى عمله بأن عمله قليل مقارنة بعمله، يقول وكانوا متدينين، اسمع، يتقربون إلى الله رب العالمين بذلك، أي يتقربون إلى الله بقتل المسلمين، يفعلون ذلك تقربا إلى الله، إذا يفجرون تقربا إلى الله، يذبحون الناس تقربا إلى الله، يدمرون العباد ويهتفون الله أكبر تقربا إلى الله، انتهكت الأعراض تقربا إلى الله، بيعت المسلمات تقربا إلى الله، يتقربون إلى الله بتدمير البلاد. نعم، هم الخوارج أشر الناس على الإسلام، أشر من اليهود. يقول يتقربون إلى الله رب العالمين بذلك، وذلك لعظم جهلهم ولبدعتهم المضلة، فهؤلاء كانوا أخطر وأشد شرا على المسلمين من العدو الخارجي الظاهر. أيها المسلمون، نحن في زمن شوهت فيه معالم الشريعة وحركت عن مواضعها ثوابتها بحجة تقليل المفاسد وتقصير المصالح ومصلحة الدعوة. نحن في زمان غلب على كثير من المتصدرين المتكلمين في الدين السفاهة والجنون، حتى صار كمن سئل كم للأرنب من رجل فأجاب للعصفور جناحان. يسأل كم للأرنب من رجل فيقول للعصفور جناحان. كذلك السفيه الذي لا تكاد تشق في جنونه إذا رأيته متكلما فتورط في سب خال المؤمنين معاوية رضي الله عنه، وآخر يأمر الأبناء بسرقة الآباء مع ما يتضمن ذلك من عقوقهم، وثالث يكذب على الله ورسوله ويدعي من أمور الغيب ما لا يعلم إلا من قبل الوحي المعصوم، وهو يقول أن من لم يؤيد مرشحه المفضل فيلدغه الثعبان في القبر بضع سنين، ورابع يحرم الزوجة على زوجها لأنها مخالفة له بالرأي. هؤلاء وأمثالهم مما ابتلى الله مصر بهم لا يعلمون أن من لا يستطيع أن يطبق الشريعة على نفسه، أن من لا يطبق الشريعة على نفسه فلا يستطيع أن يطبقها على غيره. أتطمع أن يطيعك قلب سعدا؟ وتزعم أن قلبك قد عصاك؟ فإذا كان قلبك يعصيك ويتمرد عليك ولا يطيعك، أفتطمع مع ذلك أن يطيعك قلبها؟ من لا يستطيع أن يطبق الشريعة على نفسه فلن يستطيع أن يطبقها على غيره. هؤلاء الذين يدندنون حول عدل عمر وإنصافه لا يملكون من العدل ما يقيمون به الوزن بالقسط مع مؤيديهم، فماذا يصنعون بمخالفيهم؟ مش عارفين يعدلوا مع الناس اللي هم معاهم،
يبقى هيعملوا ايه المعارضين؟ يقولون للشباب المسكين انزل اخرج في المظاهرات وان قتل منكم الناس بل الملايين. فاين انتم تدعون الشباب للجهاد؟ اذا لماذا لا تتصدرون انتم الجهاد؟ تعالوا معنا وقولوا مع هؤلاء الشباب في المقدمة. هل تخلف النبي عن الجهاد؟ فكان الصحابة عندما كان يشتد القتال كانوا يلجؤون إلى رسول الله. أنتم تدعون الناس وأنتم على شاشات التلفزيون إلى القتل والتخريب والمظاهرات وتقولون جهاد. طب لما هو جهاد ولا هنموت على روح الجنة؟ طب ما تيجي تجاهد معانا، ما تيجي تجاهد مع الشباب، ولا هتيجي تقعد على جثثهم في الآخر؟ كيف ذلك؟ أليس هناك عقل يفكر؟ أليس لديكم أيها الشباب عقل لتفكروا؟ ستسألون عن هذا، ستسألون أن الله أعطاكم عقول تميزون بها الحق من الباطل، تميزون بها الصواب من الخطأ، تميزون به الصواب من الخطأ. يدعونكم إلى المظاهرات. فأينهم؟ أين سادتكم؟ أين كبراءكم؟ لماذا لم يكونوا معكم في المقدمة؟ فكروا أيها الشباب، أتوجه إليكم أن تتفكروا. إذا كان هذا جهاد فلماذا لا يجاهدون؟ إذا كان هذا فتح وإذا كان هذا لإقامة الشريعة لماذا لا يأتون معكم لإقامة الشريعة؟ هربوا وتركوكم يخافون على أنفسهم وعلى أبنائهم وعلى أموالهم، فلماذا لا تخافون أنتم على بلادكم؟ أيها الشباب تفكروا، إذا كان جهاد فلماذا لا يأتوا معكم؟ يا هؤلاء، إن الشريعة لم تطبق إلا بدين طبقها على نفسه وصبغ بها حياته ظاهرا وباطنا ونضحت على أخلاقه وسلوكه حتى يدخل السوق بأخلاق المسجد، لا كأنتم تدخلون المسجد بأخلاق السوق. يا هؤلاء، إن الشريعة مؤسسة على العقيدة، فأين هي العقيدة في دعوتكم وفي فرقكم الضالة وفي جماعتكم التي تدعمونها وتروجون لها وفي أحزابكم وتقاتلون دونها وتكفرون أو تفسقون من خالفها؟ يا هؤلاء، لماذا تطيلون على المسلمين الطريق لماذا تطيلون على المسلمين الطريق وتصعبون على المؤمنين السهل وتبعدون عن المحسنين القريب؟ إن الجيل المثالي الأول أقام الشريعة لما قام بها، وأرقى الديانة لما تدين بها، ونصر الإسلام لما عمل بالإسلام، وعاش الإسلام وثبت دعائم الحق لما تحقق به، وسمع الدنيا فسمعت مكارم الأخلاق ومحاسنها لما تخلق بها وحققها. فكل هؤلاء الذين يخرجون للشوارع تحت مسميات مختلفة وضعوا مصلحتهم أولا فوق مصلحة مصر. نعم، لابد أن يعلموا ذلك، أنهم وضعوا مصلحتهم أولا قبل مصلحة مصر، قبل مصلحة هذا البلد. فاحذروهم ولا تأمنوا شرهم. وأخيرا أيها الأحبة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء كما جاء في المعجم الصغير للطبراني عن ابن عباس، واسمع جيدا إلى وصف نبيك محمد
قال صلى الله عليه وسلم: سيجيء أقوام في آخر الزمان وجوههم وجوه الآدميين، شكلهم إنسان، وجوههم وجوه الآدميين وقلوبهم قلوب الشياطين، أمثال الذئاب الضواري. الذئاب الضواري أي الذئاب المفترسة التي تأكل لحوم البشر. شوف وصف النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: قلوبهم قلوب الشياطين أمثال الذئاب الضواري ليس في قلوبهم شيء من الرحمة. ليس في قلوبهم شيء من الرحمة، سفاكون الدماء، لا يرعون عن قبيح، أي يفعلون كل منكر، لا يرعون عن قبيح، وإن بايعتهم وربوك أي خدعوك، وإن بايعتهم وربوك، وإن تواريت عنهم خفت عنهم اغتابوك، وإن حدثوك كذبوك، وإن ائتمنتهم خانوك. صبيهم عارم وشابهم شاطر. صبيهم عارم، الصبي الصغير، الناس اللي طالع شرس تربى على الفساد. صبيهم عارم وشابهم شرس أي خبيث، وشابهم شاطر، وشيخهم كبيرهم، شيخهم علمهم رئيسهم المفتي بتاعهم. وشيخهم لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، الاعتزاز بهم ذل، وطلب ما في أيديهم فقر. الحليم فيهم غاوي، والآمن فيهم بالمعروف متهم، والمؤمن فيهم مستضعف، والفاسق فيهم مشرف. المؤمن اللي هو حلو شوي يطلع بره، مش عاوزين. الفاسق بيرفعوه درجة كبيرة، والفاسق فيهم مشرف. اسمع: السنة فيهم بدعة. التمسك بالسنة عندهم بدعة، أما البدعة هي السنة. يقول صلى الله عليه وسلم: السنة فيهم بدعة والبدعة فيهم سنة. فعند ذلك عندما يحدث هذا في آخر الزمان، فعند ذلك يسلط الله على هؤلاء، يسلط الله عليهم شرارهم، فيدعو خيارهم فلا يستجاب لهم. أيها الأحبة الكرام، حافظوا على بلادكم، حافظوا على بلادكم، فإن ضاعت انظروا إلى البلاد التي ضاعت كيف كان حال أهلها، كيف كان حال أهلها. حافظوا على بلادكم، ابنوا بلدكم. عايزين نبني بلدنا، هم واقفين. ولكن أخيرا يجب أن تعلموا أنكم على الحق، لأنكم لو كنتم على الباطل لما تكالب هؤلاء عليكم من الخارج والداخل. إذا كنتم على الحق أو طالما أنكم على الحق لما تكالبوا عليكم، لأنكم إذا كنتم على الباطل فرقوكم فيما أنتم. كما بينا الخطة: اشعال المعراض، يتخانق الشيعي مع السني تخرب البلاد، ويتخانق المسيحي مع المسلم وتخرب البلاد. والشيعة عندما ظهروا في زمن سيدنا علي بن أبي طالب ما وجدنا في السنة أو في كتب التاريخ أن المسلمين يتخانقوا مع بعض سنة وشيعة. طالما لا يعادي، وما وجدناش المسلم مع المسيحي بيتخانق مع بعض في البلد طالما لا يعادي، إنما هم بيشعروا هذه المعارات الطائفية بيننا. اشعل المنطقة حرب سنة وشيعة، اشعل المنطقة حرب بين المسلمين والمسيحيين، النتيجة تدمر البلاد. فلا تيأسوا ولا تقنطوا من رحمة الله، إن الله سبحانه وتعالى يكون مع أهل الحق بشرط أن يتمسكوا بكتاب الله. فاللهم انصرنا على أعدائنا،
اللهم انصرنا على أعدائنا. يا رب احفظ بلادنا وبلاد المسلمين. 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 اللهم ارزقنا الأمن والأمان والسلامة والسلام. اللهم ارزقنا الأمن والأمان والسلامة والسلام.